يوسف 18 سنة، لسه خارج من ثانوية عامة وحط عليه جامد. الرغبة أختي الصغيرة كم سنة؟ الحمد لله، بداية مشرقة بالتفاؤل. هسألكم أسئلة وتردوا عليا بسرعة. شاي ولا قهوة؟ لا شاي. أنتخة ولا خروجة؟ انت خروجة. سوشيال لايف ولا برايفت لايف؟ سوشيال لايف. جد ولا هزار؟ هزار. كوميدي ولا أكشن؟ كوميدي. فلوس ولا حب؟ فلوس. مين اللي بوتاجاز في البيت؟ هي مبطلش بقى، هي وأمي وكده. مش عارفة انا بنقوم كده فيها غريب. ايه، قول لي كده فيها ايه لما كل مرة افتن عليك ان انت لا ده حاجات برايفت دي. ما ينفعش طب تبقى ايه ما تشوفوا لنا الكلام ده. مين اللي حبيب بابا؟ هي كنت انا. مين اللي بيخنصر فلوس من ورا أهله؟ في الثانوية العامة انا في طول الحياة انا مش بس انا على طول مفيش فلوس بتثبت على سراحة سفرة اي حاجة نلم نحط على طول. مين اللي بيصالح التاني الأول؟ لا احنا بنسيب الاتنين هي بالنسبة بقى. لها. هي بس هي اللي تيجي تكلمني. يوسف لو استنيتيه اصلا لو انت حد يجي يصالحك احنا مش هنتصالح اصلا. مين اللي فضولي أكتر؟ أنا ببقى عايز أعرف الصراحة. أنا ببقى عايزه اعرف بس كاريزمته ما بتسمحلوش يعني ان هو يتكلم، فهو بيجي يسرسبني انا. يعني انا اللي ببقى في وش الناس فضوليه وهو بيجي يسحب مني. مين اللي بيتحمل المسؤولية أكتر؟ نزيد بقى. أنا ما قعدت ماشي، تالتة هنزيد سنة دي بقى. قاعدة لوحدي كلها، ما دي مش عايزه لوحدك مسؤولية. فين يا حبيبي؟ والله في البيت. فين في البيت؟ ده انت كنت بتمشينا توديها اسكندريه عشان تقعد لوحدك. ما أيوه أهو، ما دي مسؤولية. دي مسؤوليه؟ طب احنا كنا قاعدين معاك نشارك المسؤوليه، ما اتكلمتش ليه وقلت تعالى؟ احنا جايين نهدي النفوس، بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب، ومهما كان دي ليله العمر. ها روقوا. مين اللي هيتجوز الأول؟ انا مش متجوز. انا وهنخسر بعض انا وانت. مش متجوز أصلا. خد ده. ماشي بنات وكده. تبدا انت ولا ابدا انا؟ ابدأ أنت. لا والله. ماشي ليديز فيرست. اتكلموا عن اول مره حسيتوا انه مالكوش غير بعض. لما مثلا أختي الكبيرة واتجوزت وسافرت، وأخويا راح يشتغل في حتة تانية غير المنطقة، كنا أنا وهي بس اللي في البيت يعني. انا ممكن احكي انا كمان. مره كنت كان في حاجه مزعلاني جامد، وكنت قاعده بعيط فيها، ومش من طبع يوسف ان هو يبقى معايا مثلا وانا في حاجه زي كده. فدخلت خلاص بقى ما كنتش قادره، دخلت خبطت عليه في الاوضه وساب كل اللي في ايده وكان بيعمل أنا حاجات. كنت مشغول والله. ساب كل اللي في ايده وقعد يطبطب عليا ويواسيني وما تزعليش ومش عارفه ايه، فكانت حاجه حلوه يعني. أكتر حاجة نفسكم تعملوها مع بعض؟ ممكن اطلع مصيف انا وهو مثلا، نفس الكلام برضه. تبقى حاجه جامده. نطلع مصر. اتكلموا عن اكتر حاجه بتختلفوا فيها دايما. كل حاجة. كل حاجة والله فعلا. لا بس هي ممكن تكون اكتر حاجه نزولي يعني، اللي هو صحابي. لا بيختلف عن صحابي كتير جدا يعني. هي بتساعد ناس أكبر منها، فهمت؟ مش عارفه يعني ما بتكلمش على اصحابه، بيصاحب سرسجيه وما بتكلمش. أكتر حاجة بتحبها في شكل أخوك؟ قبلك ايه؟ صحيح. مش عارفه، بحب عينيك وشعر. هي غمزتها وضحكتها. وسيمة رغبة. اوصف اخوك في كلمه. براد الصراحة. لو تبقى حقيقي. كلمة. لا انا قايمه اروح القعده دي مش نافعاني. لا أحور طيب. طب يا سيدي شكرا. وصفيني في كلمة. بس هتردها لي. كده زمزوره قوي يا فاسه والله. يعني ايه سمسوم؟ يعني كده عارف اللي هو ايه، من اقل حاجه بتمشي كده أيوة. زي القموصه كده. قيم أخوك من 10. قيمين. 9. لا هو الواحد ده ممكن يروح في ان ما بيقعدش كده، ما بيقعدش على طول يعني، اللي هو منين كل فين وفين كده لما يجي مثلا ونقعد ونتكلم وناكل ونعمل حاجات سوا، دايما منعزل. 8. ايه ده؟ لا مش انت بتعلي عليا يعني لا ولا ايه؟ والله بس انا ما بتعاملش يعني معاه قد كده في البيت وكده. الاثنين دول راحوا فين؟ ما انا بقول الاثنين راحوا فين.
مم. اللي هو ما اتعاملش معاه قد كده يعني الموضوع في الاثنين دول راحوا في الاثنين، لكن انا غير كده ما اتعاملش معاه. عارفها يعني كويس. اختي مين اقرب شخص لاخوك؟ تسنيم، في تسنيم صاحبتها، هي قريبتنا وصاحبتها في نفس الوقت. صح. اقرب شخص ليوسف، هو في واحد صاحبه شبهه قوي وشعره شبهه كده برضه كده، انما ممكن يكون اسمه مصطفى. مصطفى الليسي. ممكن تشوفه معاه على طول يعني. حاجة فيا ها؟ نفسك يعني ان انا اغيرها. ان انت تبقى دايما قاعد في الاوضه لوحدك. اغير تغيرها يعني، احنا بنبقى قاعدين بره تطلع تقعد معانا. وهي انا المقاوح الصراحة بتوح كتير، جدال بقى بنخش في قصص. بكسب اي نقاش. ايه الاغنيه اللي بتوصف اخوك؟ الليل وسماء ونجوم وقمر. يا لهوي جامده. اكتر حد بتكرهه في صحاب اخوك؟ استنى كده عشان بكره كتير. لا لا يا مش هنذكر اسماء بقى عشان مش هينفع نزعل الناس. لا صعبه. ما انتش يا باولي، ما انتش يا باولي. ماشي. مين بتكرهه في صحابك؟ ارفع راسك كده قول لي بصراحه. قول لي يلا مين؟ لا كانت واحدة صاحبتها مش صاحبتها اللي هي اسمها لو اخوك اتسجن هيكون بسبب ايه؟ بلطجة. هي عاملة لنا رعب في البيت، ماشية رافعة سكينة كده وماشية. لو اخوك بقى رئيس جمهورية ايه اول قرار هياخده؟ هينهي على منظمه التعليم دي اساسا، لان شايفه ان هي فكره فاشله جدا وملهاش اي لازمه في الصحه. حصل. وهيخلي السفر لبره ببلاش يعني. هيفتح لنا طيران لمصر كلها تسافر بره، ومش هيقعد في مصر اصلا. حاجة قفشت اخوك بيعملها وما كانش عاوزك تعرفها. مش عارفه حصلت مره صح؟ ايه اللي حصل؟ شفتك مش عارفه تاخد فلوس منين، من شنطه ماما او من جيب بابا. انا بمسك على طول في حركه زي لا دي. لا لا الحركة دي ما بتقفش فيها، بنخطط لها. ايه الحاجه اللي بتشتري بعملها؟ الغلط على بعض. انت الغلطة ايه؟ مش انت شلت الغلطة. لما بعمل مثلا مصيبه من المصايب دي او حاجه شبه كده، يوسف بيبقى نايم. يوسف ما بيحسش باي حاجه وهو نايم، وباقي البيت بيكون بره. اكل اخوك ما يستغناش عنها؟ مكرونات. انا شغالة في مكرونات نجريسكو وكده بقى. اكله انت ما تستغناش عنها؟ محشي ورق العنب والكشري. الكشري المصري. يوم مميز بينكم؟ يوم مميز بينا هما يومين. اليوم اللي انا دخلت لك فيه ده بالنسبه لي يعني، اليوم اللي انا دخلت لك فيه ده واليوم اللي كنا مسافرين فيه. هو يوم اللي احنا مسافرين فيه ده فعلا كان يوم مميز. طب واليوم اللي كنت عايز فيه مش مميز؟ مميز بالنسبه لك؟ مميز بالنسبه لي انت دخلت ان قطعت انت عليا كنت حنان الحياه. عليا. ايه ده؟ ايوه مميز بالنسبه لي ليه؟ صح مميز بالنسبه لك انت. ايه ده؟ المفروض تحس بنفس المشاعر اللي انا كنت حاساها يا جماعة يعني. انت انتوا ما بلاش تفتكرنيش تواصل. كده مميز؟ في لا حياتنا. مميز بالنسبه لك. ما تحسسونيش ان انا السبب، لا مميز في حياتنا احنا الاثنين، مش عشان فاكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. لا ليها علاقه. ايه اول حاجه اخوك بيعملها لما يصحى من النوم؟ خش على الثلاجه. سمعتي في الارض. انت اول ما بتصحى من النوم انت اصلا بتصحى صحابك بيرنوا، وانت بتصحى بتزعق. ايه يا اشرف نازل؟ يا اشرف بلبس الكوتشي. في اول الحلقه كل واحد كتب للتاني جواب، حابين نقراهم مع بعض. لازم مع بعض. ده بتاعي. ده بتاعي المفروض اللي اهو مكتوب عليه اسمي. يا ابني. ده تو يوسف ده ليك انت، ده تو رغده ده مش ليا. انت قلت المفروض العكس اللي مكتوب عليه اسمي؟ هات تو رغده ده ليا. خد هات بص. شكرا. اوعى تشوف الحته دي الصف مونتاج. انا يا ابو هتفرتكها انا يا ابو الاداهيم. يمكن ما اقولش اني بحبك كل شويه، بس انت حد ايه كده. ما خليتنيش الصراحه تكتب ليه بقى. بس انت اكتر حد قريب ليا وبفرح لما بتبقى جنبي. بحب دايما قعدتي معاك حتى لو بنتخانق فيها على طول، وطول عمرك حنين عليا واخد بالك مني. شكرا حقيقة على كل اللي بتعمله معايا وعلى كل كلمة حلوة قلتها. عمري ما هنسى لما دخلت عليك وانا بعيط واخدتني في الموقف حضنك. اللي حطاه في ذكرياتي اللي هو بقى حط عليه ستار بعد كده.
واخدتني في حضنك وقعدت تراضيني وسبت كل اللي في ايدك وقعدت تسمعني. مش عايزاك تسافر عشان ماليش غيرك، اقعد معايا ونقعد نعمل اندومي. ربنا يخليك ليا، بجد بحبك أوي. رغم ده انت عارفة اني بحبك. هو في بينا مشاكل كتير ولا قريبين من بعض ومش قريبين من بعض. في الاخر البيت بيفضل عليا انا وانتي، ملناش غير بعض. فأتمنى ان الفترة اللي جاية نقرب من بعض اكتر. وعايزك تفهمي ان لما بتخانق معاكي على حاجة بتكون عشان خايف عليك. حبيبي يا قفاصة والله. هات كده بقى ولا بعملها ازاي؟